طب ازاي بقى تمارس اليقظة الذهنية دي؟ في تمرين بسيط جدا ومشهور اسمه بادي سكان او مسح الجسم. الوضعية بتاعته ان انت هتستلقي على ظهرك او تقعد في مكان مريح. غمض عينك وخد نفس عميق عشان تبدأ تسترخي. اول حاجة هتركز على القدمين. ابدأ وجه كل انتباهك لاصابع رجلك الشمال. حاول تحس بكل صباع لوحده. هل حاسس بحاجة؟ حرارة، برودة، ضغط، او يمكن مش حاسس بحاجة خالص؟ كله مقبول، مجرد لاحظ. بعد كده هتتحرك لفوق. بعد دقيقة انقل انتباهك ببطء للكعب ولرجلك، وبعدين الكاحل والساق والركبة والفخذ، واعمل نفس الكلام مع الرجل اليمين. خش بعد كده على الجذع والدراعات. ابدأ رحلتك من تحت لفوق، من الحوض للبطن للصدر للظهر، وبعدين انقل تركيزك لإيدك اليمين، صوابعك، كف إيدك، دراعك، كتفك. ركز مع الدراع الشمال، واطلع بعد كده آخر حاجة على رقبتك، وشك وعينيك، جبهتك وفروة راسك. في الآخر خد نفس عميق وحاول تحس بجسمك كله كوحدة واحدة، وبعدين افتح عينيك ببطء. ايه اللي بيحصل أثناء التمرين ده؟ طبيعي جدا عقلك هيسرح، هيفكر في الشغل، في المشاوير، في أي حاجة تانية. دي طبيعة العقل. دورك مش إنك تمنعه، دورك إنك كل مرة تلاحظ إنه سرح تبتسم وترجعه تاني برفق للجزء من الجسم اللي انت مركز عليه. كل مرة بتعمل كده انت بتقوي عضلة الانتباه في مخك. اليقظة الذهنية مش هدفها توقف أفكارك، الهدف هنا انك تغير علاقتك بيها.